كان عمير بن وهب الجمحي من أشد أعداء الإسلام في مكة، وكان يعرف بلقبه شيطان قريش لعتوه وشره. في يوم من الأيام في مكة جلس عمير مع صفوان بن أمية بعد معركة بدر، وكان يتألم لخسارة قريش الكبيرة في تلك المعركة. قال صفوان لعمير: والله لن يطيب لي العيش حتى يقتل محمد أو أقتل في سبيل ذلك. وافقه عمير قائلا: لولا دين علي لا أستطيع سداده، وعائلة أخاف عليها من الضياع، لذهبت وقتلت محمدا إذا أتيحت لي الفرصة. صفوان وافقه الرأي، وعرض عليه أن يسدد دينه ويرعى عائلته. بهذا الاتفاق قرر عمير الذهاب إلى المدينة المنورة. وصل عمير إلى المدينة وسلاحه مخفي تحت ملابسه، لكنه ما إن دخل المسجد النبوي حتى أحس بالرهبة من المسلمين وصوت القرآن يتلى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورآه عمر بن الخطاب فعرفه، وأحضر عمير إلى رسول الله، ولكن النبي سأله عن سبب قدومه إلى المدينة، فأقر عمير بأنه جاء ليقتل النبي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإسلام، وبعد حديث طويل مع النبي على الإيمان والصدق والأخلاق النبيلة قرر عمير أن يصبح مسلما. عندها أطلق الرسول وهو سعيد قائلا: الحمد لله الذي أنقذ عمير من النار. عاش عمير ابن وهب بعد ذلك كمسلم صدوق وأبلى في نصرة الإسلام. تظهر هذه القصة أن الهداية قد تأتي من الله لمن كان في أشد الجاهلية عندما يدعي إلى الإسلام بروح من الإيمان.